ده عم فهيم راجل على كد حاله، بس عايز يطلع من الفقر اللي هو فيه. بس ازاي؟ لكنه فكر وشغل مخه، وبعد شوية راح سحب قرض من البنك واشتغل وعمل مزرعة بهايم. ولعبة البلية معاه. واشترى أرض واشترى بيوت، وبقي من الناس اللي هي وصاحب الناس الكدابة وعمل زيهم. والبلية لعبت في ايده، وبدل ما كان بيصرف في اليوم ولا جنيه بدأ يصرف بدون حساب. يا ابو لمع، شفت مزرعة البهائم اللي عملتها جديد؟ عملت مزرعة، تعالى اوريها لك النهارده. هاخدك بالعربية. عربيتي يا عم. ما انا جبت عربية. ربنا كرمني. هاخدك النهارده اخر النهار. ماشي. سلام يا ابو لمع. ايدك على 5000 جنيه اجيب تليفون تاتش. تليفون تاتش ب 5000؟ فلوس كتيرة. يا بابا عايزة 500 جنيه. ماما ما تقول لك هات 500 جنيه عشان عايزين نجيب فراخ ولحمة. هي لسه ما جاتش شغالة؟ لا لسه. خلاص قولها ما تجهزيش. امال هتعمل ايه؟ نجيب الليفر. الليفر ايه؟ طيب أيوة. ماشي. اشترى عربية وبدأ يصرف بدون حساب. العنوان؟ ووصل للسحاب ومحدش عارف يكلمه، ولكن وقع من فوق السحاب لأنه ما حسبهاش صح. ما يعرفش إن دي فلوس ناس وفلوس بنوك. وبدأت الديانة تطالبه، وبدأ يبيع من اللي عنده واحدة واحدة، حتى اللي عنده ما كفاش لأنه صرف كتير من غير ما يحسبها. ووصل للحديدة. فخلي بالك وامشي على كدك، خليك طموح بس بحكمة، وحافظ على اللي في ايدك وزودها. نسيت اقولك، ما تمشيش مع الكذاب لانه هيضيعك. خليك حكيم وحافظ على بيتك وعيالك. انا بس بوعيك والشمتان فيك.